السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونون بألف خير. هاي الفيديو حالي دا اسوي الثاني على مود الاير فرايرز. هواي يسألوني عنها ان شنو افضل اير فراير ممكن ناخذها او يا ماركة او يا نوعية. طبعا وياكم فاطمة من صفحة إيراكيز من شيكاغو. ان شاء الله تكونون بألف خير من تشوفون هذا الفيديو. مهم نجي على الاير فراير. صراحة ما راح اقدر بكل سهولة انصحكم يعني يا احسن نوعية، بس راح انطيكم الاشياء اللي انا شفتها بالاير فراير من كنت ادور او اشتري الاير فراير او حتى من استخدمت الاير فراير اللي موجودة عندي حاليا. يعني الامور اللي افضل انتم تنتبهوا لها، ممكن انتم تعجبكم ممكن لا، ممكن تفضلوها يعني وانس انه انتم توجدون وحدة تعجبكم روحوا اشتروها، شوفوها وين دا تنباع ارخص شيء وروحوا اشتروها، لان ما شاء الله الماركات موجودة بكل مكان. بس وراح احاول انطيكم انه وين شفت احسن وحدة خلال يعني الاستخدام اللي انا استخدمته واللي حوالي استخدموه. عندي مثلا هاي اني النيو ويف اير فراير اخذتها اللي هي حجم 6 كوارتز. صراحة يعني ما عجبتني، مو 5/5، يعني خلينا نقول ما انطيتها 5 ستارز على 5. ليش؟ لانه يعني صحية كبيرة، صحية كل الزينة، بس كبرها يعني بالعكس طلع مو زين صراحة. يعني شوفوا ايش قد كبيرة. لانه للخلي يعني للأسف للخلي يفضل انه تكون السالفة صغيرة ومسطحة اكثر، لان حتى كل ما نفرش الاكل اكثر كل ما يقسب ويصير اطيب اكثر او يفوت بيناتها الهواء الحار اكثر. هسه تسألوني ليش، يعني خلينا نجي هسه اريد احكيكم اكثر عن الاير فراير، او يعني شنو آلية العمل مالت الاير فراير. آلية العمل الاير فراير يعني صراحة هي مو فد انجاز، مو فد شي غريب ولا ما كان متواجد ببيوتنا سابقا. الاير فراير هو عبارة عن فرن مصغر، وحتى كانوا يبيعون يعني افران هم مصغرة اللي يسموها التوستر وغيرها. للعلم ترى يعني ممكن تشتغل نفس شغل الاير فراير، مو ذاك الفرق. الفرق البسيط انه يعني هاي يمكن تحفظ الحرارة اكثر مثل الفرن. التوسترز مثلا يمكن جزء كانت ما مضبطة بيبانها حيل انه حتى تحفظ الحرارة بداخل الفرن. طبعا هو هنا عبارة عن عين كهربائية موجودة وبنكة فوقها، وانس انه تشتغل البنكة تتحرك حتى توزع الهواء الحار ويفوت من جو هذا اللي موجود مثل المصفي، ويعني يفوت بين الاكل، والاكل اذا دا يطلع دهن فراح يذبه جوا. اوكي، اني هاي الآلية اوريدي موجودة مثلا عندي بالفرن يمي، يعني اوريدي اكو افران هي دا تسوي هذا الشيء بالطباخات. فاذا انتم عندكم هذا يعني الآلية انه بنكة ويا الحرارة يمكن ما راح تحتاجون تستخدمون الاير فراير. اذا ما عندكم ممكن راح تحتاجون الاير فراير، بس هو الاير فراير كل ما في الامر فرن مصغر سريع لا اكثر ولا اقل، خصوصا اللي ما يحبون يستخدمون الغاز هواية او ما يحبون يستخدمون الافران الغازية هواية، راح تفيدهم. او اللي مثلا محتاجين فشي على السرعة، او مثلا اعرف اوائل قالوا انه اطفالهم، طبعا اطفالهم اللي هم اعمارهم 10 وفوق اسهل انهم يستخدمون هاي الشغلة، يعني ندي اعلمهم ان هم يسوون الاكل بايدهم. فمثلا يحط الفرايز، يحط ما ادري شنو، يحطها هنا يدخلها بيها ويدوس الدقمة مالت الفرايز وراح تشتغل. فيعني انه ممكن تحتاجوها ممكن ما تحتاجوها. انا عارف انه صارت ضجة هواية عليها على ابو ما تقلي وانه لازم نسوي بيها الاكلات اللي دا يسوون بيها الناس مثل الباذنجان المقلى او اللحم بعروق، يعني عروق لحم او عروق طاوة بما نسميه المقلى، او حتى الفرايز تقدرون تسووه بالفرن. راح يطلع نفس الطعم ونفس النتيجة ونفس الطريقة. طبعا اللي ما متعود انه اكله المقلى يسوي بالفرن راح يشوف هاي الطريقة غريبة عليه وممكن ما يشوفها طيبة اول فترة وبعدين يتعلم، بس اني متعلم يسوي اكله بالفرن راح يعجبه الموضوع، راح يمشي الموضوع. فيعني انا من الناس قللت المقالي من زمان، سويت اغلب اكلي يكون بالفرن، اذا كان برجر، اذا كان بورق، يعني هواي اشياء، حتى الفرايز احاول اسويه بالفرن. خلي اشوفكم الفرن مالتي على السريع. شوفوا الفرن هاي بي هناك مثل البنكة دا تشوفوها هناك، هي هاي اللي اقول لكم عليها دا تسوي مثل الاير فراير.
زين هسه نرجع على السريع نحكي انه شنو ليش ما عجبتني اني هاي الاير فراير. اول شي عميقة، خصوصا اذا اريد اخلي شغلات مثل الهشة اللي مو سهلة تنشال، ممكن تتفلش من اشيلها او شي يعني بعيدة، فهاي ممكن راح تكون حارة علي وتضوجني، يعني من هالامور. ما اقدر اخلي بيها كمية فرايز، لازم كميات قليلة، لان مثل ما قلت لكم مش قد ما تكون الاكلة مفروشة مش قد ما تطلع مقسبة وكريسبي اكثر. فولهذا دائما حاولوا اخذوا الاير فراير اللي صايره الشكل التبسيل، اللي هي هسه منزليها هوايه بالسوق، تشبه الفرن القديم بس انه ضايفين بنكه وياها. اوكي، او اشتروها صغيره، يعني اكو هذا الحجم صغيره، هذا الحجم طبعا هاي ما عليكم يعني لا اشوفكم اياها انه يعني اخذتها من جماعه. اخذوا هذا الحجم كلش لطيف. طبعا انا هاي هم اخذتها لسبب حتى اشوفكم تنظيفها شلون دا يكون، شلون صعب او سهل، او ليش دا افضل غير نوعيات تاخذوها. الشغله الثانيه اللي ما عجبتني بيها هاي، دا تشوفوها شلون صايره حديد، كلش مؤذيه من انظفها. يعني تورطت اول ما جبتها، راسا سويت بيها الدجاج ما احكي لكم، يعني الغراض تشلبت بيها، احتاجت انقعها بالخل والمي فد يومين ويا الصودا حتى يفك يعني شويه، لان هاي كلش رفيعه وكلش حتى الاسفنج الجلافه مالت الاسفنج تشلب بيها، حتى هاي جوش. فاني هاي استخدمتها البارحه، مو سهله تتنظف، يعني لا هي تيفال انه سهله تتنظف، ولا هي ما ادري، ولا حتى اقدر اجلفها بسيم او شي، كلش غلط. فافضل تاخذون القاعده مالتها اللي تكون تشبه هاي، انه هيك مزرفه، تكون سهله بالتنظيف. تلاحظوها بلكي تبين بالضبط، تكون سهله بالتنظيف، هي بالضبط مثل هاي، كلش سهله بالتنظيف، وما يعني توقع بيناتها الوساخه مثل ما موجوده بهذيكي، يعني سهله بالاسفنجه تمشي الحال. طبعا هي كاي طاوه او يعني اي جدريه من تحل عليها فد سنه سنتين توصل فد مرحله انه صعب يكون تنظيفها، تصير مثل الشكل هذه. هاي يعني عمرها فوق السنتين صراحه استخدامها. هاي بعدها يا دوب هسه دا يصير عمرها سنه من جبتها. طبعا انا دا احاول مرات حتى اتفادى الوسخ اللي دا يصير، انه احط بارشمنت بيبر، يلا اخلي الغراض. طبعا هو من اخلي بارشمنت بيبر كايند اوف انه الغرض منها انتفى، لانه ما راح يفوت هواء بيناتها، لان كانه راح اسد المسارات، بس مرات اضطر اخلي تفيدني اكثر من ما تكون بلاي بارشمنت بيبر. للعلم بس انه هذه حاطين بيها عود، يعني تقدرون تسوون بيها اكثر من شكل اكل، حاطين بيها هاي العازل، بس مثل ما قلت لكم احنا من نراكم الاكل شي فوق شي ما راح يفيدنا، ما راح تستوي مثل ما انت متوقع، لازم كل شويه تقلبيه. زين اكو اكل يعني تعرفون اثناء السوى ما يفضل يتقلب، يعني as much as you can، يعني انه من تجين تقلبيها ممكن تتفلش بايدك، ممكن تروح ان ما توصل مرحله التكسيب، يلا مثلا تقدرين تحركيها. فبين قوسين يعني العمق أنا ضد إنه تجيبون كلش كبيرة، هم هاي مسووها كبيرة على أبو تخلين دجاجة كاملة بيها، بس هي يعني الدجاجة إذا تسوي مرة التلوخ أحاول أسوي بالفرن العادي أحسن لي صراحة، بس هاي إذا تفيدني يعني مثلا شغلات على السريع أو تساعد الفرن إذا كنت حاطة غير شغلات بالفرن، وارد أخلي هذا الشي هنا يعني تخلص لي شغل. طبعا هاي ماركة مشهورة وفتشي وآز سي ناس تي في وذاك السعر، بس للأسف يعني شفت ماركات أرخص. هسه راح أروح أشوفكم إياها بولمارت، اشتغلت أحسن من عندها وسوت نتائج أحسن من عندها، فما أدري يعني بكيفكم، هاي تبقيمكم. أنا دا أحاول أعطيكم الرأي، وأفضل as much as you can إذا قدرتوا اليوم أو باكر الصبح أو تشوفون أونلاين، شوفوا فيديوهات حتى تقررون ياهو تشترون، وأنا راح أدليكم وين تشترون، راح يكون سهل تحصلوا أبدا مو صعب. اللي هي أيضا من والمارت، لأنه حتى أكو اشتروا من غير الماركات للأسف همينة ما اشتغلت عندهم مثل ما اللي اشتغلت عند والمارت. هسه خلي اروح الوالمارت وشوف. يعني هسه جيت الوالمارت احاول اشوفكم النوعيه اللي انا افضلها، اللي هي فريبر وير. هاي ما تكون غاليه، يعني هاي تنزل توصل يمكن اخذناها في وقتها ب$40، يعني توفرت هوايه وكانت لطيفه، وسعرها واستخدامها هوايه احسن من هواي نوعيات جربناها. يعني اكو هواي اشكال ونوعيات صراحه. اذا تسالوني افضل انه تاخذون وحده، اكو تشوفوها هسه راح اشوفكم يا نوعيه قصدي. يعني اكو اشكال هوايه موجوده، بس مثل ما قلت لكم حاولوا تاخذوها صغيره مو كبيره بالداخل، لان حتى لا تاخذ وقت بالطبخ
والقلي مالتها اللي على الهواء دا يصير، وتكون بسيطة. يعني أنا كلش أنصح بهاي الماركة، جربناها يعني لطيفة. هي نفس اللي شوفتكم إياها السلة مالتها اللي هي كانت وسخة، بس صراحة إنه هي كانت أحسن شي موجود، ويعني ماكلة منها أكل يعني سوق يطلع عبالك مقلي كامل. شرحت لكم تشوفوا هنا نفسها ما طول حاطة لكم شكل الجدرية مالتها، فأني هاي قلت لكم بيرفكت يعني كلش أحب يعني مالتها جدرية. اكو هذا النوع هسه طالع جديد، وهو هذا اللي كلش افضله. ليش؟ لان مفروش مفتوح مثل الفرن، هو هذا راح يكون كلش بيرفكت انه تطلع الامور كانه مقليه. شوفوها حتى هذه، بس يمكن هذا شوي يعني ما راح احبذه لان هذا مو سهل، ما راح يكون بالتنظيف مثلا. اكو طبعا للعلم يعني اكو حتى تباسي نزلت نفس الطريقه، فنفس الطريقه تقدروها تسووها بافرانكم. بس اذا شفتوا هي يعني هذا الشيء يكون يعني سهل بالتنظيف، كلش انصحكم تاخذوه. فشوفوا النوعيات الثانيه شو راح تكون المشبك مالتها، اذا مثل التيفال او يعني ما تكون يعني تكون هاي سهله بالتنظيف، ما تدخل بيناتها الاكل، او جزء يكون بي انه هاي مثل الستيل ستيل تكون سهله، مو مثل اللي عندي حديد عبالك مال الجرولز. اوكي يعني هاي حاولت اليوم انطيكم قدر الامكان نصايح سريعه. راح احاول انزل فيديوهات ثانيه عن غير شغلات. هذا بس على مود البلاك فرايداي، ممكن انزلكم غير فيديو خاص عن الاير فرايرز اكثر بشرح، ممكن اجرب قبالكم اكل تشوفوا شلون دا يكون من هالامور. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم بخير وسلامه. مع السلامه، في امان الله. سريعه ما ادري وين راح اخليها. اغلب الماركات افتكر بدأوا يخلون اغراض من هسه، بس هي يعني ما تقدرون تشتروها، يعني الريجستر راح يرفضها. بس انه خوش فكرة خلوها من هسه، طبعا انا كلش انصح بيها. خوش فكرة انه خلوها من هسه حتى تشوفون شنو المتوفر وين حاطيها، حتى اذا فكرتوا تجون باكر يعني على الاقل تشوفون الشغلة على حقيقتها، انه تسوى تاخذون من عندها او لا مثلا. يعني مو مثل ما نشوفها بالمجلات، وتشوفون شنو المتوفر والموجود من هاي الامور، وحتى تعرفون رأسا تجون تلقوها وين صايرة وبيا مكان بالضبط. طبعا هم يوزعون خرايط، بس مو مثل ما واحد نرجع نقول مو مثل ما واحد يجي يشوفها بعينه، يشوفها اذا تسوى او لا انه ياخذها. يعني اللي عنده وقت يقدر يخلي يمر اليوم على والمارت ويشوف العروض احسن. بديع العرض هذا. هاي الماركة بدها تنزل فيك، يعني بدها تنزل الوان. اعرف هواية امهات بيوت دا يحبون سالفة الالوان، فكلش حلوة. سيت كامل مرتب، حتى ستاند مال تليفون مخلين. هاي الماركة هم احبها افضلها. هواية شغلات. هذا سيت الجداري سعره بديع، والحلو انه وياه جوجل هوم، والوانه بديعة بديعة. هاي سعرها للزين.